يلا يلا مبروك يا استاذ سعد. الف مبروك. معلش انا نورت بيتك للناس اللي بتحبك، والحمد لله بفضل ربنا ان انت في وسطنا دلوقتي. دي اهم حاجه، وعندنا الحكومه. كان بيقول لي ان انت اكبر داعم ليه ودايما كنت جنبه. الحمد لله والله، ده كل حاجه بتاعت ربنا مش انا. صعب جدا. كان مثلا في ساعات بيحصل بيني وبين سعد تاتش او كده، بس عارفه ان هو موجود ومعانا وكده، لكن 6 شهور مروا علينا كلنا انا وعياله صعبه قوي. لما كنت بتسجدي كده وبتصلي بينك وبين ربنا كنت بتقولي ايه بقى؟ والله كنت بقول ربنا يفك كربك يا سعد انت واللي زيك والله. وحتى لما رحت كنت دايما اقول له كده حاجه فقدام كلها دي رجل فيها ايه؟ لا. معلش انا ربنا يبارك فيك يا سعد. شباب الاضاءه، شباب لحد الشيخ مبروك يا سعد. تقولي له ايه؟ حب ده والاسف اللي قدام كل الكاميرات وكل الناس دي، تحبي تقولي له ايه؟ حقيقي والله. تعالى كده اقعد يا باشا. اقعد يا سعد. اقعد يا سعد. انا ما ربيتش محمود وتوتي، هي دي توتي. فممكن انا عايز اقول لك انا قصرت في حقها، فبقول لها قدام كلهم بص ممكن حاجه فقدام كلها دي رجل فيها ايه؟ لا. معلش انا ربنا يبارك فيك يا سعد. شباب الاضاءه، شباب لحد الشيخ مبروك يا سعد. تقولي له ايه؟ حب ده والاسف اللي قدام كل الكاميرات وكل الناس دي، تحبي تقولي له ايه؟ حقيقي والله. احلى 6 شهور، انا لو مت دلوقتي دول احسن 6 شهور في حياتي. انا ربنا كان باعتني منحه وليست محنه. خد بالك بقى من دي منحه، وهقول لك منحه ليه؟ منحه وليست محنه، لان انا رحت طبعا مركز بدر ده. عايز اقول لك بايه اللي مسجون. احنا الاول بنقول لك مبروك، ربنا يبارك فيك يا باشا، ربنا يخليك. فطبعا مركز بدر ده عباره عن ايه بقى؟ احنا معانا انت المسجون، هم خلي بالك ممنوع كلمه مسجون هناك. هو نزيه. تخش بقى في هناك، اقول لك تاني، في هناك زي بقول لك كده، عارف انت فرقه كوماندوس؟ فرقه كوماندوس بيشوفوك يقول لك مين في كوماندوس بقى؟ عادل باشا يحيى ده المأمور، ومحمد باشا غنيم. دول عايز اقول لك بقى هناك في ملاعب كوره، وفي اوضه موسيقى فيها اورج وكل حاجه والسماعات. فانا طبعا اول ما رحت قلت بس، لان طبعا ايه ممكن يصنعك نجار، في عندنا طبعا افران، مزارع. فانا قلت بس يمسكوني اوضه ايه الموسيقى. كانت المفاجاه هنا من عادل باشا يحيى ومحمد باشا غنيم ان انا امسك المسجد. اول ما عرفت ان انا امسك المسجد، عارف لان انا اصلا كنت هتجنن عشان تبقوا عارفين برضو. هم خدوني بيعرفوا مش سعد صغير بس، بيعرفوا المسجون اول ما بيجي عليه 15 سنه حكم ازاي يعرفوا يخلوه ينسى ازاي. فانا مسكوني الجامع، تخيل بقيت انا ماسك المسجد. حسيت رساله من عند ربنا. رحت هقول لك ليه بقى. فما عادل باشا يحيى ومحمد باشا غنيم قالوا لي انت هتمسك الجامع، وانا اصلا قلت اكيد هيمسكوني. فكانت ليهم نظريه ايه بقى لما انا رحت، لان قالوا لي طبعا، قالوا لهم في انا بفضل ربنا هناك مش انا بس، في 8 سراير وتلفزيون وثلاجه مش سعد بس، ده كل يعني عارف انت السجون اللي هي جديده احدث من بره. فقالوا لي انا قلت همسك بقى الموسيقى وحاجه كده. فاتاري ان هو انا امسك، قالوا سعد يا باشا بيقوم يصحى من النوم، انا كنت بصحى من النوم محكمه انا بريء يا باشا ومصحف وما زمش. فقالوا له يا باشا سعد، فراحوا ماسكني المسجد. كان مأثر على نفسك. فالمسجد ده يا باشا اللي مسكته بقى كان معايا شيخ اسمه شيخ محمود. فالشيخ ده بقى يا باشا، هي دي بقى اللي بقول لك بقى ربنا بعتني منحه. يعني مش عارف حضراتكم كلكم هسالكم سؤال عارفين ولا لا؟ في حاجه اسمها 15 و16 و17 الليالي القمريه، حد يعرفها؟ 15 14 15 كان النبي انا مع حضرتك انا مخلف وما اعرفهمش ايه دول، ايه ده 13 ده ليه بقى؟ انا كان معايا الشيخ النهارده بكره صيام سعد، ايه يا باشا 13 الليالي القمريه. طب ايه القمريه ده كذا سعد، الاثنين والخميس احنا هنصوم. كل الناس عارفه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصوم الاثنين والخميس، لكن ليه؟ فهمتني؟ لا الخميس ده بترفع فيه الاعمال صحيح. ويوم الاثنين ده الرسول عشان ده كان مولده. فعايز اقول لك بقى سعد الصغير كنت بقول ايه؟ ان اعطيناك الكوثر فصلى بك ونحن شاناك هو الابصر. خد بالك من الكلمه الابصر. هناك بقى هي الابتر. برافو عليك حاجه رب. ما انا بقول لك بقى كنت رايح هناك من هنا بقى عرفت لا اله الا الله محمد رسول الله. لو عديتهم كده لا اله الا الله محمد رسول الله 7 كلمات. باب الجنه كم باب؟ وباب جهنم كم باب؟ 8 وباب النار 7. فلو قلت لا اله الا الله محمد رسول الله عديتهم هتلاقيهم 7. لو قلتهم بصدق من قلبك تعتق
فدي الحاجات اللي سعد اتعلمت بقى حاجات مش عايز اقول لك بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ربنا اداك المحنه دي عشان مش تعالج محنة. المنحه كده اتعلمت كتير جدا جدا. فعايز اقول لك يكفي ان انا يعني عايز اقول لك بمسك معانا زي مؤاخذه كده سلك وبتاع كده، بغسل الاحواض والجامع. فربنا لوحده خلاص. الفجر بفضل ربنا سبحانه وتعالى بصحى لوحدي. لا لوحدي كده. حد يقول لك اصحى ساعات، لا انا اللي بصحى بالظبط بفضل ربنا. وبعدين بقى ما فيش هناك اسمها لعب، صلاه بس فقط لا غير. زينا ظهر وعصر ومغرب وعشاء والتراويح، وبعد التراويح قيام الليل، وبعد كده الشروق الصبح. فبفضل ربنا انا حسيت ان ربنا اداني منحه، يعني اتعلمت منها حاجات كتير جدا جدا. عايز اقول لكم بقى، مش عايزين نتكلم في حته بقى ان انا مظلوم او مش مظلوم او بتاع. طبعا عايز اقول لكم انا لسه ليا نقد بفضل ربنا وليا لسه سعد، عايزه اكلمك عن برضو موقف كنا كلنا شفناه، السبحه والمصحف في ايديك طول الوقت. ما هي دي وأنت ما بسيبهمش في المحكمه. ما بسيبهمش نقدر نقول يا سعد ان انت كنت في 6 شهور عباده لربنا. احلى 6 شهور. انا لو مت دلوقتي دول احسن 6 شهور في حياتي. في حياتي. انا مش عايز اتكلم بقى لان انا مثلا يعني انا بس هي معلومه اللي اقولها بس، انا ما اتمسكتش في المطار. انا ما اتمسكتش. فمش عايز اخش في حته بقى. انا يعني عايز اقول لك والله العظيم انا ما اتمسكت. سعد اتعلم ايه من سعد الصغير كان بيبقى متردد ما بين ان هو يعتزل الغنى جنبه هنا. تعالى بص حضرتك هنا. هل دلوقتي نقدر نجزم ان سعد دي اختي دي الكبيره دي. عايزين ضمي دي ام محموده، اقول لها هعوضك اي دمعه نزلت من هنا كده، هبوس رجلك. هي اللي وقفت جنبك وهي لكل حاجه، فقدام كلها دي رجلك. لا 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 معلش اقول له الحمد لله على السلامه. ان هو احلى 6 شهور. انا لو مت دلوقتي دول احسن 6 شهور في حياتي. انا ربنا كان باعتني منحه وليست محنه. خد بالك بقى من دي منحه. وهقول لك منحه ليه. منحه وليست محنه. لان انا رحت طبعا مركز بدر ده. عايز اقول لك ايه اللي مسجون. احنا الاول بنقول لك مبروك. ربنا يبارك فيك يا باشا، ربنا يخليك. فطبعا مركز بدر ده عباره عن ايه بقى؟ انت المسجون، هو خلي بالك ممنوع كلمه مسجون هناك. هو نزيل. تخش بقى في هناك، اقول لك تاني، في هناك زي بقول لك كده، عارف انت فرقه كوماندوس. فرقه كوماندوس بيشوفوك يقول لك مين في كوماندوس بقى؟ عادل باشا يحيى ده المأمور، ومحمد باشا وغنيم. دول عايز اقول لك بقى